نشاهد هذه الصور مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد لفرحة الجمهور المغربي والعربي بتأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم. إذن الجالية المغربية والعربية تحتفل بانتصار منتخبها على إسبانيا في العاصمة مدريد. إذن وبهذا يصبح المغرب أول بلد عربي يصل إلى دور الثمانية. نستمع قليلا إلى الصوت الطبيعي وهذه الفرحة. يعني مشاهدينا، المنتخب الإسباني ليس منتخبا عاديا. كان هناك توقعات بأن يصل إلى النهائي وربما يفوز بهذه البطولة، ببطولة كأس العالم، لكن المغرب فاجأ الجميع وأفرح العرب جميعا كما أفرحت قبل ذلك المملكة العربية السعودية العرب بفوزها على الأرجنتين وتونس أيضا. إذن يعني كأس العالم هذا العام مميز بالنسبة للعرب في كل شيء، بهذه الانتصارات المفاجئة وأيضا بأنه لأول مرة يقام على أرض عربية. نذكر بأنه أشرف حكيمي الذي سجل اليوم هو مولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، وهي كانت الركلة الحاسمة في شباك الحارس الإسباني أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم. إذن ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة من مدريد، يحتفل المغاربة هناك بفوزهم على إسبانيا. كما يعني تعلمون، العديد من لاعبي المنتخب المغربي هم أصلا لاعبون في منتخبات أو في فرق إسبانية أصلا، وبالتالي يعلمون ربما تكتيكات المنتخب الإسباني ولديهم خبرات عالية.